السلام عليكم أصدقائي حبايبي، أهلا وسهلا بكم على صفحاتي وعلى اليوتيوب وعلى كواي. امبارح المستشار مرتضى منصور أدى العقوبة بتاعته، طلعت وقلنا إن الأمور خلاص هتخلص على كده وهتتقفل، ولكن فوجئنا بيه بعد كده إنه طلع بيقول لك انتظروني في قرارات صارمة وانتظروني. وعايز أقول لكم على حاجة قبل ما أنهي حديثي معاكم. ده الكلام ده على لسان المستشار مرتضى منصور، ان الكابتن محمود الخطيب اهبل وعبيط لو كان فاكر انه سجنني. سواء الكابتن محمود الخطيب هو اللي سجن حضرتك او حد تاني او سين من الناس، المهم انك اتسجنت، المهم انك قضيت العقوبة. دخلك بقى الكابتن محمود الخطيب، دخلك سين من الناس، دي مش قصة، المهم انك انت دخلت، المهم انك قضيت الشهر. فالكلام يعني ملوش اساس. فريق عندك منهار، الصفقات فاشلة، ما بعد 2023 الفريق تقديره العام 0/10، مفيش نتائج، خروج من بطولة أبطال الدوري، خروج نتائج سيئة في الدوري ومركز خامس في الدوري، خروج من كاس الرابطة اللي الكابتن طارق يحيى طالع عليه يتكلم عليه وبيقول إن كاس الرابطة لا يقل أهمية عن بطولة أفريقيا. أنا مش عارف الكلام ده بيتعبنا كلنا، بيتعب الناس اللي فاهمة كورة، وإحنا بنبقى يعني إحنا بنستغرب من أفكار الناس دي وبنستغرب من كلامهم. كابتن مستشار مرتضى منصور يجب ان يلم مجلس ادارته ويجتمع بلاعيبته ويختار مجلس جهاز فني على اعلى مستوى، مش علشان ياخد الدوري، علشان يحسن من موقفه في الدوري العام، ويبطل اهانة الكابتن محمود الخطيب، ويبطل يتكلم عن اساطير وعن رموز في الرياضة المصرية. وخصوصا بعد ما السيد وزير الشباب والرياضة اصدر بيان بان اي حد يتجاوز في المجال الرياضي هيكون الردع شديد. يعني حتى القوانين عايز تخترقها، وانت بتقول انك اصغر رجل قانون عايز تخترق القوانين، ولسه ما زلت مصمم انك تتكلم على اسطورة الكرة المصرية داخل مصر الكابتن محمود الخطيب. لا، ده كلام مش منطقي. اللي ناس كتير قوي ونجوم كبيره قوي في نادي الزمالك زي الكابتن فاروق جعفر والكابتن حسن شحاده والكابتن حازم امام والكابتن احمد عبد اللطيف، كل الناس دي اشادت باسطوريه الكابتن محمود الخطيب. ما زلت انت برضو ما زلت عايز تكرر نفس المسلسل ونفس الفيلم، انك تبدأ برضو طالع تقول على راجل كبير كيان وسنا ومكانة، تقول عليه انه اهبل وعبيط. حتى اللفظ ما يطلعش، انا مش عايز اقول ومش عايز اتلفظ بألفاظ مش كويسة، اللفظ ده ما يطلعش من اي حد، اللفظ ده ما يطلعش من اي حد. لابد ان انتوا تلموا شملكم المنهار، انتوا منهارين. وكريم بدل ما يطلع يقول انا هفضل لاخر لحظه دافع عن نادي الزمالك وعن المستشار مرتضى منصور، يا عم ما تدافع. عموما كل عام وانتم بخير وشكرا.